الشعبي دلوقتي. اكيد طبعا. ان مصر كلها بتسمعه وبتنقي زي ما انت بتقول. في ناس كتير بتغني وفي نوعيات كتيره طلعت ومعظمها شباب بيحاول يشق طريقه في مجال الغنى الشعبي. في اللي بينجح وفي اللي ما بينجحش، وفي اللي بيعجب وفي اللي ما بيعجبش. اللي بيعجب بيعجب ليه، واللي ما بيعجبش ما بيعجبش. اللي بيعجب طبعا. اهم حاجه الكلمه، وتاني حاجه اللحن والصوت. يعني انا اتعاملت مع استاذ حسن اسماعيل من فريق طموح، عملت له اغنيه القدس، وعملت معاه بنحب مصر. الكلام بيبقى كويس واللحن كويس بيطلع حاجه كويس، بس في عوامل ثانيه كتير اكتر من يعني مش ده الاساس. لان دلوقتي بقت الماده هي اللي طالعه. يعني الانسان معاه حد اللي بيعمل شغل معاه فلوس، ان اي مطرب دلوقتي بقى هو اللي بيكلف الشغل، ما بقاش فيه منتجين زي زمان. فبدات اختلفت الحياه. يعني بقى واحد معاه فلوس هيقدر ينتج لنفسه، يعمل لنفسه شغل كويس، لان هلاقي مؤلف كويس وكل واحد بثمنه. الا اذا كان حد لسه بادئ معانا مثلا وراجل بادئ برضه، فبالنسبه له كلنا بنساعد بعضينا. مشكله في الكلمه ولا في الفلوس اللي في الفلوس؟ لا، بقى الاكتر دلوقتي الماده، لان الماده هي اللي بتفرق. بس انتوا في طموح في مواهب شبابيه جميله وبتكتب كلمات يعني. ما احنا بنقول لو هنفرض بعضنا زي جيل زمان مثلا لما كان عبد الحليم والموجي والناس دي كلها ومحمد حمزه، الناس دي كلها لما كانت عبد الحليم والكلام ده كانوا كلهم مع بعض بيساندوا بعض، الدنيا بتمشي. لكن دلوقتي بقت الماده اكتر. يعني اذا كان حد بيعمل شغل وعايز ينزله او يعرضه فلازم بيدفع. يعني العكس زي الاول. او في ناس بتطلع في برامج زي ما احنا عارفين بتدفع، ما بقاش زي زمان. يعني الدنيا الناس بتبص على الموهبه اهم حاجه، لا، في ناس بتبص على الناس اللي تعمل من وراها شغل. جميل.